حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه ستقتل أمته؟ الجواب عني لا أعلم، ولا كلفت نفسي أبحث. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسين سيقتل أو ستقتل أمته أم لا؟ الله أعلم. هل بكى؟ أيضا ما عنيت نفسي أبحث هل النبي صلى الله عليه وسلم بكى؟ ولماذا يبكي؟ أن سيقتل الحسين يبكي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم هذا الشيء. ذكر إبراهيم بن طهمان في مشيخته عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله بيتي فقال: لا يدخل علي أحد، فسمعت صوتا فدخلت فإذا عنده حسين بن علي، وإذا هو حزين، أو قالت يبكي، فقلت: ما لك تبكي يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبرائيل أن أمتي تقتل هذا بعدي. فقلت: ومن يقتله؟ فتناول مدرة فقال: أهل هذه المدرة تقتله. تقول أمنا أم سلمة: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: لما دخل علي الحسين نظر إليه الملك وقال: أتحبه؟ قلت: نعم. قال: فكيف أنت إذا قتلته أمتك؟ وإن شئت أريتك التربة التي يقتل فيها. فجاء إلي بتربة حمراء من شط الفرات فقال: هذا المكان الذي يقتل فيه. إذن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من البداية أن الحسين مقتول، وتعلم أمنا أم سلمة المكان الذي سيقتل فيه، ويعلم سيدنا الحسين أنه سيقتل في هذا المكان. إذن فهذا قدر من الله تبارك وتعالى لازم، ليس لأحد أن يعارض فيه. از ناقه افتادم زمین، دستم برام کاری نکرد، تا خیمه ها راهی نبود، مشکا بروداری نکرد، دندون گرفتم عشق تو، سینه سپر کردم عشق، بستم علم